السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شاركت معكم اليوم الكبسة على الطريقة السعودية، الطريقة الصحيحة ديالهم. خليكم معايا ان شاء الله في طريقة التحضير. عندي هنايا في الكوكوط او طنجرة ديال الضغط كنضيف نص كاس ديال الزيت، لان هذه ديال الدجاج كتبغي شويه الزيت يكون زايد، ماشي بحال ديال اللحم. دابا ان شاء الله نشارك معكم حتى ديال اللحم كتجي غزاله. عندي هنايا جوج بصلات صغارين ولا وحده كبيره مشلضين. هنايا كنخلي البصله حتى كتنزل شويه وعاد تنضيف عليها الدجاج. هنايا انا ضفت نص دجاجه وثلاثه ديال الزلايف ديال الرز. بالنسبه نتوما كتبقى الكميه اللي تبغيو نتوما، تقدروا تضاعفوا ولا تنقصوا. عندي جوج دروس ديال الثومه كبارين شويه. ضفت الثومه هنايا مع البصله باش تعطي داك المذاق ديالها وكتحمر حتى هي مع البصله. بالنسبه للكبسه يعني على الطريقه السعوديه هكذا كتصوب، ما كنديروش كلشي في خطره. حتى كنقليو هكذا الدجاج مع البصله والثومه، عاد كنضيفوا باقي المكونات. عندي هنايا حبه ديال المطيشه مقطعه كبيره وولاد جوج صغارين. معلقه د مطيشه المعجونه او مطيشه د الحك. عندي هنايا كنضيف جوج معالق كبارين العطريه ديال الكبسه. غادي نكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف البهارات كلهم او التوابل اللي غادي تحتاجوهم وتطحنوهم. غتاخدوا غير مثلا 5 دراهم 3 دراهم، راه كتجي تبارك الله كميه كبيره. كنضيف هنايا حتى العطريه صحيحه، وداك الليمون الاسود او الليمون المجفف كنضيفو جوج، حتى هو كيجي زوين كيعطي واحد الحموضه غزاله. وإلا عندكم اوراق الغار او اوراق سيدنا موسى ممكن تضيفوهم، انا راه ما كانوش عندي فصافي استغنيت عليهم. راهم حتى هما كيعطيو مذاق زوين كيجيو غزالين. وكنضيفوا الملحه، انا راني نسيتها وليت عاد فتحت الطنجره وضفتها. صافي خلطت هنايا مزيان كما شفتوا راه دخلت داك العطريه في الدجاج. كنضيف هنايا الماء غليان حتى كيتغطى لنا الدجاج. المهم الماء فين يطيب لنا الدجاج والرز، ما كنزيدوش الماء في التالي. صافي كنديروا الماء الكافي فين يطيب الدجاج والرز. وبالنسبه للرز، هي راه كيجي معاها الرز بسمتي الصراحه كيجي غزال، او الرز الحبه الطويله اللي كتكون الحبه ديالو طويله كيجي زوين بزاف. فانا ما توفرش عندي، ضفت الرز الكلاصي، راه حتى هو كيجي زوين. قفلت هنايا على الدجاج يطيب شويه، وكنكون هنايا غسلت الرز، راه تبارك الله غسلته شي 4 ولا 5 د المرات حتى كيحيد داك النشا تماما منه. وكنخليه هنايا شويه في الماء حتى كيطيب لينا الدجاج باش داك الرز كيرطب وكيطيب في 10 دقائق. هنايا هاد لاصوص اللي كيرافقوها مع الكبسه هما كيقولوا لها سلطه الدقوس. المهم هنايا هاد لاصوص هذا غادي نحتاج فيه حبه المطيشه كبيره، حبه ديال الخيار غير صغيره، شويه د المعدنوس، ضريس ديال الثومه غير صغيور، واحد طريف ديال المزود راكم شفتوني درتو. الحار بالنسبه للحار حسب الذوق ديالكم.
هي كتجي اصلا في الاصل ديالها حاره بزاف، كيضيفوهما جوج ديال المزاود حتى ل3 كتجي يعني حاره، وانتم حسب الذوق ديالكم. هنا بعد ما طحنت داك لاصوص صافي كنحطوه هنايا فواحد الزليفات او جبيبنات. بالنسبه لهاد الاضافه اللي ضفت انا ديال زيت الزيتون من الفوق ممكن تستغناو عليها، واللي كيبغي الزيت ممكن تضيفوه، راه كيجي زوين. راني ضفت شويه ديال البزار والملحه. الملحه هاد النهار ما عرفت مالي في هاد الفيديو والله العظيم، نسيتها في الاول نسيتها في التالي. هنا بعد ما طاب لينا الدجاج كنضيف هنايا الرز، كنصفيه من داك الماء ونضيفو. ضفت هنايا هاد المزود كيعطي حتى هو مذاق غزال. دابا هنا ملي كنضيفو الرز خاصنا ناخدو القياس ديال الماء، كنحطو واحد المغرف هكذا، خصها ضروري تكون هكذا، تكون طويله، فكنحطوها في الوسط. الا طاحت بقات كتميل لنا هكذا وهكذا، فراه خصنا نقصو داك المرق او الماء، خصنا نقصوه من الكوكوط. وإلا بقات هكذا واقفه كما شفتوا معايا صافي راه الماء كافي فين غادي يطيب الرز وغادي يجي ناشف كما غتشوفوا معايا. واخا ضفت الملحه في الاول، هنا راه ملي كنضيفوا الرز ضروري كنذوقوا باش ما يجيناش الرز باسل. راكم عارفين واخا كتكون المرقه شويه ملحه، الرز كياخد داك الملوحه. صافي كنذوقوا هنايا، الا جاتنا مسوسه شويه كنزيدوا الملحه وكنخليوها 10 ديال الدقائق بالضبط. هنا كما شفتوا معايا راه ملي كطلع التصفيره، يعني غير كطلع التصفيره كنقصوا البوطه كنخليوها على الشمعه. هنا راه بانت مجهده في التليفون ما عرفتش علاش، المهم راها قليله بزاف. 10 دقائق كتحسبوا لها في التليفون، 10 دقائق كتكون واجده على هذا الشكل هذا. حطيتها هنايا على الطريقه ديالهم، كنضرب على الكوكوط هكذا من الفوق. صافي هنا كنقادوها شويه، كنطلعوا داك الدجاج من الوسط كنحطوه هكذا من الفوق. بالنسبه للتزيين ممكن تضيفوا المعدنوس من الفوق، تضيفوا مكسرات اللي كتفضلوه نتوما. انا بالنسبه ليا كنفضلها هكذا. الصراحه الله المذاق هو كل شيء انا عندي. حتى المنظر راه كيف ما كيقولوا العين كتاكل قبل من الكرش، ولكن المذاق راه غزال جا غزال. فانا قضيت باللي عندي صافي حطيتها غير هكذا. ما كانش عندي المعدنوس ما بقاليش اللي كان صافي صوبته في السلطه، والمكسرات ما كانوش عندي، فصافي اكتفيت بها غير هكذا. كيف ما قلت لكم اهم حاجه هو المذاق. تقدروا تحطوا هذا الطبق هذا في الغداء او لا في العشاء، بالنسبه للناس اللي يعني ما عندهمش مشكل يتعشاو هكذا بالروز او لا بشي حاجه ثقيله. كيجي غزال، واحد الطبق اللي غزال، وبالخصوص مع داك العطريه ديال الكبسه. فهاد البرد هذا راها كتصلح. وبالنسبه حتى رمضان ان شاء الله يا رب العالمين الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالرزيق، وبكل من كيتمنى شي حاجه يا ربي تحققها له يا ربي في هاد العواشر ان شاء الله. ويجعلنا الله من الصائمين التائبين يا رب العالمين، تقبل منا ان شاء الله صالح الاعمال. كيف ما قلت لكم تقدروا تحطوها ان شاء الله في رمضان هكذا في وجبه عشاء اولا في الفطور، راه كتجي غزاله. ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هاد الطبق ديال اليوم، وخليتكم في امان الله وحفظه. مع السلامه.